السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. النهارده هنعمل الكرنب مع بعض برسالة بسيطة جدا من أوله لآخره. هنقطع الورق بقى كده، هنسلق الكرنب. أسهل طريقة إنك تقطعي الورق كده وبعد كده تسلقيه. بقطعه كده، مفرغه كده من بعضه، وأقطع ورق وأطلع ورقة ورقة وأسلقه. يعني بقطع كل الكمية وبعدين أسلقه مرة واحدة زي ما احنا شايفين كده. هنكون بقى محضرين حلة. أنا حضرت كل الكمية اللي أنا قطعتها. هنحضر بقى حلة على النار فيها مية بتغلي، فيها مية بتغلي بقى كده. اول ما المية تغلي معانا ننزل يعني بكمية اللي على قد مقاس الحلة اللي عندك. ممكن تحطي 4 ورقات 5 ورقات لحد ما تلاقي كده، وتنزليها في قلب المية كلها وتغطيها بالمية. بعد دقيقتين بالظبط نقلبها على الجهة التانية زي ما احنا شايفين كده. تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر كل جديد. هنا اول ما تحسي انها العروق بتاعها استوت معاكي كده، طلعيها في ساعتها عشان الورقة ما تهراش معاكي، واشطفيها بمية فترة من الحنفية. هنقطع بقى، نشيل يعني اللي فوق ده كده. ايوه كده، ونلفها بقى كده ونشيل العنق اللي فوق، بعدين نلفها تاني زي السندوتش كده، وبعدين نقطعها زي ما احنا شايفين كده. نقطعها بقى قطع صغيرة كده. انا خلصت كل الكمية. هننزل بقى بسمنة وزيت على النار، ننزل عليها بالبصل، نحط عصير طماطم. بعد ما تسبك معايا ننزل عليها بالملح والفلفل الاسود والكمون وربع معلقة شطة وكزبرة ناشفة. هنقلبها بقى. هننزل بقى بالخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. ده انا حاطاه في الفريزر، ولو عندك سبحة حطي سبحة. كده بنطفي النار بقى. كنا حاضرين الرز وغسلينه وصافينه من المية. ننزل عليه بالطماطم، نقلبه كويس. نكون بقى محضرين الحلة، نحط فيها العروق كده من تحت. هنحشي بقى المحشي معانا. هناخد بقى الورقة كده معانا، نحطها على ايدينا كده الشمال، نحط شوية رز ونقفل كده من الجناب ونلفها صوابعنا كده بالراحة، ونلفها واحدة واحدة معانا. طريقة سهلة جدا، مش صعبة ولا اي حاجة. هنلف بقى معانا كده واحدة واحدة. محدش لايك ينزل يحط اللايك واشترك في القناة ويفعل الجرس. هنرصها بقى كده في الحلة ونحط اهم بقية الكمية. هنا بعد ما عملتها بقى نسويها بقى. هنغطيها كده بطبق عشان ما يعني الورق ما يفكش معانا. نحط بقى، كنا محضرين شوربة معانا. هنغطيها بقى كلها كده من فوق الوش، يعني هنخلي الشوربة تغطي المحشي كده من فوق الوش زي ما احنا شايفين كده. هزود كمان شوية شوربة، ده المعيار المظبوط بتاعها. بعد كده هحط بقى، اغطيها بالطبق تاني. بعد كده هنحطها على النار لحد ما تغلي معانا. اول ما يغلي معانا والشوربة تتشرب شوية ملح، والشوربة اللي فيه تتشرب خالص، مش في اي ولا نقطة مية، نقوم جايين موطين النار بقى، نخليها تتلتم معانا بكل سهولة. هنا بعد ما استوى معايا شايفين عامل ازاي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل جديد، تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. وشكرا.